السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومشاهداتنا أينما كنتم. نرحب بكم أجمل وأرق تحية وترحيب عبر القناة الأولى من تلفزيون المملكة العربية السعودية، وعبر برنامجكم المتجدد بكم أكيد مشاهدينا، برنامج قهوة الشباب. أهلا فيك متعب. أهلا فيك عبد الله. أحييك وأحيي أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قهوة الشباب. لكم تحياتي وتحيات كافة فريق العمل، فأهلا وسهلا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا. طبعا احنا اليوم أنا وزميلي متعب كالعادة راح نرحب بزميلنا الدائم والمبدع الرسام المبدع عبد الله المرزوق. أهلا فيك عبد الله. أهلا أخوي عبد الله. كيف حالك؟ أهلا فيك والأخ متعب. هلا المشاهدين كيف حالك؟ الله يسلمك. اليوم يقولون انك محضر رسمات حلوة بخصوص موضوعنا اليوم. حملة على الشباب. نعم. إن شاء الله ضد الشباب ولا مع الشباب؟ والله فيه ضد وفيه مع. يعني نبي مع الشباب دائما. والله ود الواحد يكون محايد يعني في الوسط، يعني بحيث انه يسدد ويقارب عشان ما تزعل احد. عشان ما تزعل. نعم. طبعا مشاهدينا اليوم احنا راح نتكلم عن موضوع مهم جدا ويعتبر هواية من هوايات الشباب ووصلت الى درجة الابداع اكيد. وما نستهين في شبابنا في المملكة العربية السعودية، دائما نرى مبدعين في جميع المجالات. اليوم راح نتكلم عن ترهيم السيارات والتعديل على الماكينة وعلى الشكل الخارجي للسيارة. راح يكون معنا تقارير من جدة ومن الرياض أكيد ومن الدمام. راح تعجبكم الحلقة إن شاء الله. ندعوكم بالاستمتاع معنا ومشاهدة ما يدور داخل حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله. جميل. طيب بسألك سؤال عبد الله. نعم. أنت وش تحب مواصفات سيارتك تكون يعني؟ هل هي على حسب مواصفات الشركة اللي استوليت منها ولا تحب تضيف فيها لمسات من عندك؟ والله شوف متعب، إذا كان بالنسبة لي أنا ماني براعي سرعة صراحة. بعض الشباب يحبون القيادة بسرعة كبيرة فيعدل على الماكينة. إذا ما كان يقدر مثلا إنه يشتري سيارة سريعة مثلا بي ام السريع هذه أو فيراري أو لامبورغيني أو الديابلو، هذه السيارات السريعة المعروفة أو البورش، فيروح يعدل على نفس ماكينة سيارته بحيث انها تكون سريعة. وانا يعني في اسئله كثيره بتدور ودارت في ذهني قبل الحلقه، يعني بالنسبه للمرور وبالنسبه للسرعه وبالنسبه ايضا للشباب، كيف طريقه التعديل على نفس الماكينه. اكيد راح نعرفها مع ضيوفنا اللي بيكونوا معنا في جميل. هناك عبد الله بس مو بس تعديل بالماكينه، تعديل حتى بشكل السياره، في البادي، في حركات الابواب السياره، في الكبوت، يعني بعض من انواع الزينه. تلاحظ انه يغير تقريبا شكل السياره. حتى في اخوي متعب والمشاهدين اكيد عارفين بعض السيارات وهي واقفه تشوف الكفر يدور، نوع الجنط يعني نوع الجنط يكون نفسه دوار. وبعض الشباب يحبون انهم يغيرون لون السياره، اللون اللي عليه لمعه كذا يكون نيكل او ذهبي فاتح، وبعضهم يغيرون اكثر من لون. ولا وصراحه انت عبد الله ضدي. انت تقول ما تحب لا، او انا عكسك. نقول عكس. انت تحب ما تحب السرعه. انا ما احب السرعه. يعني انا لو يعني بيحصل لي ارهم وبقدر على انه اخلي السياره تطير زي الطياره بدون كفرات اساسا وارهمها واخليها تطير عشان افتك من الزحمات اللي موجوده في البلد. ايوه والله. يعني صراحه هذا صراحه شيء يعني انجاز عظيم. لو بنقدر او نخلي الشباب اللي ما شاء الله عندهم الابداع يعني يرهمون سياراتنا ويخلونها تطير، افضل شيء صراحه. ممكن اذا استغلوها بشكل صحيح ممكن يستفيدوا منها بالشكل هذا. بس كيف وش الامكانيات اللي عندهم اللي تخلي السياره يزيدون من سرعه السياره؟ النفاثات يركبون لها حق الطائرات، يعني نفاثات الطائرات التربو بحيث انها يعني تشق الطريق خلال يعني اذا كان يبغى له ساعه تخليه في 5 دقائق. انا بقول لك هي الفكره حلوه وما فيها يعني شيء خطير بالنسبه للشباب اذا كانوا بيستخدمونها استخدام صحيح. انه اذا كانت سيارتي انا سريعه واروح على طريق يعني بعيد عن زحمه المدينه وكذا، اوكي هذه تعتبر هوايه، ما حد يقول ممنوع السرعه ما ادري ايش. لكن السرعه احنا ما نبغى نتكلم عن السرعه داخل المدينه، اكيد بتسبب مشاكل كثيره ونحقق بعدين بعد التقرير ان شاء الله. جميل. خلينا الحين عبد الله نتقهوى واحنا نستمتع ونشاهد التقرير. مشاهدينا الكرام معنا تقرير الان نشاهده ونعود اليكم مره اخرى، فابقوا معنا.
بادية قبل 5 سنوات وأنا أحب أعدل السيارة يعني، ومن هوايتي من زمان يعني تعديل السيارة يعني، ومشاركة شباب في تعديل السيارة، وهذه هوايتي من صغري يعني، وأنا أحب أشوف السيارات المعدلة زي كذا. يوم شريت سيارة قمت أعدل عليها وأطلع هوايتي فيها. والله الهواية هذه عبارة عن عندنا موقع ويعني في تجمعات وزي كذا، ونطلع أكثر أيامنا في وناسة ومثلك عارف يعني. عندك الكبوت مقسوم إلى نصين، 4 أبواب. 4 أبواب. عندك الباب الأمامي لامبورغيني، الباب الخلفي فانتوم وحركة خلفية، الاسطبات، الشنطة قسمين، إضاءة داخلية والسيستم. السيارة أوريون 2007 أضفت عليها بعض التعديلات، هواية طبعا عند الشباب والتعديل. قالب الوجهي مركب شبك لكزس 460، وقالب اللون الداخلية بيج، مغير الجنوط، مركب السيستم، صوت متكامل، شكامين لكزس 460 خلفية، اسطوانتين اللي هي مواطير هواء تعبي الخزان، ووقت الاستعراض نعبي اسطوانة اكسجين. طيب هل هي مكلفة لا تعبيها ب20 عادي، ما هي مكلفة يعني، بس هي حقت وقت استعراض بس. الآن انت الحين استعراض انا اشوفك الآن ماشي ولا واقف؟ وانا واقف اي، بس وانا ماشي ما نستخدمها في الشارع يعني، بس نواسي السيارة ونمشي. شو المشكلة الآن؟ اللي بالغير بس. طيب هل ما يسبب خطر اللي صار يمشي في الشارع ولا ها؟ لا ما لا تأثير. لا جميل جدا. طيب الصيانة هل هي مكلفة؟ صيانة الهيدروليك او الاكسجين؟ الاكسجين هذا يتبدل تبديل يعني، قيمته 15 ريال تبديل. 15 ريال ما شاء الله. في تخفيضات، واحد يقول 20 والحين 15. لا جميل جدا. طيب اعطنا الصراحة، هل هي مكلفة ولا لا؟ وشو تركيب الجهاز الهيدروليك؟ سواء تركيب جهاز ولا صيانة خرابات. والله حسب استخدامك. الهيدروليك هذا يأثر على السيارة؟ انا عن نفسي اسافر عليها. اوكي، ما يأثر على السيارة من اي ناحية يعني؟ تفكيك او شيء؟ ممكن يسبب لها خرابات؟ والله اكيد بيفكك الداخلية وبتسمع الاصوات. لا اعطال المشكلة لا، لان اجهزتها لوحدها واسلاكها لوحدها ما تتصل بالسيارة. بالعادة كم تكلف السيارة؟ شلون تركيب هيدروليك؟ كم تكلف؟ تركيب هيدروليك؟ الشغلات كلها ممكن تكون يعني حدود ال 25,000. 25,000. هي متفاوتة من سيارة لسيارة؟ تتفاوت نعم حسب السيارة. أهلا فيكم مجددا مشاهدينا. الحقيقة موضوعنا اليوم صراحة يعني مهتمين السيارات كثير، وفئة الشباب أكثر من فئة الفتيات أكيد. اليوم حنا نتكلم عن الترهيم والتعديل في الماكينة وفي الشكل الخارجي للسيارة. انضم معنا في هذه الأثناء الأستاذ الكبير وزميلنا عبد العزيز الصيرفي.